أهلا بيكم سنة تالتة إعدادي. النهاردة هنحل مع بعض محافظة مطروح. قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ويلا بينا نبدأ على طول ونقول بسم الله. أمام خريطة لقارة آسيا اكتب ما تدل عليه الأرقام. 1 هضبة شبه الجزيرة العربية. 2 إقليم مناخي اللي موجود في شمال آسيا، إقليم مناخي التندرة. 3 سلالة بشرية، السلالة المغولية. اختر الإجابة الصحيحة من بين القوسين. تخلو قارة إفريقيا وقارة أستراليا من أشجار الزان، لأن البلوط من أشجار غابات الإقليم الصيني، والإقليم الصيني موجود في قارة آسيا في شرق الصين، وفي قارة إفريقيا في جنوبها الشرقي، فغلط. أما المطاط موجود في الإقليم الاستوائي وشبه الاستوائي في إفريقيا وآسيا، في قارة آسيا في جزر أندونيسيا، وفي قارة إفريقيا في حوض الكونغو، برضو غلط. جوز الهند من أشجار الغابات الموسمية، والإقليم الموسمي موجود في آسيا وموجود في إفريقيا، ما عدا أشجار الزان لأنها موجودة في إقليم غرب أوروبا. اكتب كلمة صح أو خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. 1 يعتبر أكبر بحر مغلق في العالم هو بحر المانش. غلط، أكبر بحر مغلق في العالم هو بحر قزوين اللي موجود في قارة آسيا. 2 تقع قارة أمريكا الجنوبية شرق المحيط الأطلنطي. غلط، أمريكا الجنوبية بتقع غرب المحيط الأطلنطي. بما تفسر. 1 تختلف خصائص السهول الفيضية في الأطراف الشمالية لقارة أمريكا الشمالية عن جنوبها، لأن السهول الفيضية في الشمال سهول واسعة، يبقى بتكون سهول متسعة شرق جبال روكي، بيغطى الجليد أطرافها الشمالية، بينما في الجنوب بتنتشر الأراضي الزراعية. 2 تهجير عدد كبير من زنوج إفريقيا إلى الأمريكتين للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين. صنف الظواهر الآتية حسب طبيعتها الجغرافية ثم انسبها للقارة الموجودة بها. 1 مدغشقر، دي جزيرة مدغشقر، هنكتب جزيرة. جزيرة مدغشقر موجودة في قارة إفريقيا. الدكن دي هضبة الدكن موجودة في آسيا، يبقى موجودة في قارة آسيا. الراين، نهر الراين موجود في أوروبا. أجب عما يأتي. أي من المناطق الآتية يتركز فيها السكان مع ذكر السبب. 1 المناطق الاستوائية. 2 سيبيريا. 3 سيدني. 4 دول البرزخ. طبعا هنختار مدينة سيدني لأنها من المدن الكبرى. 2 أكمل. العلم الذي يهتم بدراسة نمو وتوزيع وتركيب السكان هو علم الديموغرافيا. 3 حدد دولة إفريقية ذات رعاية طبية مرتفعة. دولة مصر. دلل على صحة كل عبارة مما يأتي. 1 يرتبط نمو وتوزيع السكان في قارة أوروبا بالتقدم الحضاري. بيتركز السكان في دول شرق أوروبا بدرجة أقل عن الغرب والوسط، لأنها تعد أقل من حيث درجة التقدم. 2 يؤثر مستوى الخدمات الصحية على معدلات الوفيات في العالم. بيتأثر معدل الوفيات بالخدمات الصحية، وذلك عن طريق انتشار الأمراض، وتقل فيها معدلات الدول ذات الرعاية الصحية المرتفعة والتي تعمل على حماية البيئة من التلوث. كده احنا خلصنا أسئلة الجغرافيا. تعالوا نحل مع بعض أسئلة التاريخ. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. 1 تحطم الأسطول المملوكي 1509 في معركة ديول بحرية. 2 لإخراج الفرنسيين من مصر
تحالفت الدولة العثمانية عام 1799 مع إنجلترا وروسيا. 3. دعا الزعيم مصطفى كامل 1899 إلى رفض اتفاقية الحكم الثنائي في السودان. 4. تم نفي سعد زغلول للمرة الثانية إلى جزيرة سيشل. اكتب كلمة صح أو خطأ مع ذكر السبب في الحالتين. 1. أبحرت الحملة الفرنسية سرا نحو مصر من ميناء مارسيليا. لا، غلط، لأن أبحرت الحملة الفرنسية سرا نحو مصر من ميناء طولون. 2. أصبح لمصر مكانة عالية دوليا بعد حروب محمد علي في الشام. غلط، بعد حروب محمد علي في اليونان. أصبح لمصر مكانة عالية دوليا. وضح العلاقة بين كل من حملة فريزر 1807 والمماليك. هنقوله كده: أرسلت إنجلترا حملة فريزر 1807 لخلع محمد علي من الحكم وتثبيت محمد بك الألفي واليا على مصر. 2. شركة قناة السويس وفشل الثورة العرابية. تواطؤ إدارة شركة قناة السويس مع قيادة الجيش البريطاني ده هيؤدي إلى فشل الثورة العرابية. في عهد أي من حكام مصر حدث ما يلي: 1. تخفيض حجم الجيش وعطلت أعمال الترسانة البحرية في عهد عباس باشا. 2. أعاد نظام المراقبة الثنائية الخديوي توفيق. 3. حاصرت الدبابات البريطانية قصر عابدين في 4 فبراير 1942 في عهد الملك فاروق. اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارات الآتية: 1. إمارة مملوكية بادر العثمانيون بالاستيلاء عليها 1516. إمارة ذي القادر المملوكية. نظام اتبعه محمد علي في الاقتصاد المصري للدخول في سوق التجارة الدولية. نظام الاحتكار. 3. منظمة دولية انضمت مصر إلى عضويتها بعد معاهدة 1936. عصبة الأمم. حدد كل عبارة مما يأتي صادقة أو غير صادقة مع ذكر السبب. 1. تشابهت سياسة نابليون وكليبر تجاه المصريين. العبارة صادقة لأن استمر كليبر بعد نابليون في فرض الضرائب وإخماد الثورات التي قام بها المصريون بالقوة. 2. كان لاغتيال السيرلستاك 1924 آثار سلبية على وزارة الشعب. العبارة صادقة لأن أدى اغتيال السيرلستاك إلى تقديم المندوب السامي البريطاني اللورد الليمبي إنذار للحكومة المصرية في 1924، وكان بيقول فيه سحب الجيش المصري من السودان، مما أدى إلى استقالة وزارة سعد زغلول. وبكده نكون خلصنا حل أسئلتنا. ما ننساش نصلي على النبي، وأي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم. ومع السلامة يا حلوين، أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.